طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. هناخد مع بعضنا سؤال حلو كده وسهل جدا. بيقول لي هنا إيه؟ إذا كان لام وميم جذري المعادلة س تربيع زائد 1 بيساوي صفر. فعايزين نجيب لام أس 2022 زائد ميم أس 2022. طيب ناخد معلومة كده، لام ده اسمه إيه؟ اسمه جذر المعادلة. إحنا أخدنا أول ما نشوف كلمة جذر دي يبقى يعمل إيه؟ يحقق المعادلة. طب هبدأ أشيل السين وأحط مكانها لام، يبقى لام تربيع زائد 1 بيساوي صفر، يبقى لام تربيع بيساوي سالب 1. يبقى جبنا كده لام تربيع بسالب 1. طب ما برضو ميم جذر المعادلة يبقى يحقق، نعوض عن س بميم، يبقى ميم تربيع زائد 1 بيساوي صفر، يبقى ميم تربيع بيساوي سالب 1. يبقى احنا جبنا كده لام تربيع بسالب 1 وميم تربيع بسالب 1. هو عايز لام أس 2022. طب ما انا ممكن اكتبها لام أس 2 أس 1011، لأن 2 في 1011 ب 2022. لام أس 2 بس بكام؟ سالب 1 أهو لسه جايبينها. أس 1011، 1011 ده عدد فردي، سالب 1 أس فردي يديني سالب 1. نفس الكلام ميم أس 2022 أكتبها ميم أس 2 في أس 1011، 2 في 1011 ب 2022. طب يبقى إذا دلوقتي هنا هتبقى سالب 1 اللي هي ميم أس 2 أس 1011. الأس عندي فردي يبقى سالب 1، يبقى دي زائد دي هيبقى سالب 1 زائد سالب 1، يبقى الإجابة عندي سالب إيه؟ 2. خلي بالكوا لو سالب 1 أس عدد زوجي هنا يبقى تبقى بموجب 1. كده السؤال خلص وشكرا.